السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الاسد. بس قبل ما نبتدي حبايبي يا ريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله. صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله برج الاسد. طبعا لا يعلم الغيب الا الله. القراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك نحط كومنت حلو. برج الأسد في هنا طاقة استعجال عندك، في حاجة انت مستعجل انك انت تستلمها، انك توصل لها ممكن، او حاجة انك تحققها، حاجة انت مستعجل عليها، في استعجال هنا. ولكن هي هتتم ليك، ما تقلقش. سمعت عنها او هتسمع عنها شيء في تحقيق ليك ان شاء الله، الشيء اللي انت مستعجل عنده. تمام تمام. طيب برج الأسد شايفة هنا ان للبعض منكم اذا كنت في الطاقة او هتكون في الطاقة او انت مريت اصلا بالطاقة اللي انا هقولها، ان في شخص مقرب منك، تمام، وقع في حوار، في كلام وفي شكاوي وفي كده، بس انت حاسس بالظلم، يعني حاسس ان الشخص ده مظلوم من الشخص ده، او الشخص ده جاي عليه قوي، حاجة زي كده، موقف زي ده. يعني انا بقرب لكم مواقف، لكن حاجة زي دي يعني ان شخص حاسس انت ان هو مظلوم. الشخص ده آم، ع- حاسس يعني بص، انا شايفة انك انت حاسس بتعب حد، حاسس بتعب حد، وشايف ان الشخص ده كل اللي حواليه جايين عليه، كل اللي حواليه جايين عليه، فانت عايز تاكلهم بسنانك، عايز تاكلهم بسنانك. بس هو الشخص ده وقع في موقف مع حد بقى، تمام، والاتنين على فكرة محيطين بيك، ممكن يكونوا الاتنين قريبين منك، بس شايف ان انت في حد انت يعني ايه بيصعب عليك اكتر، او الشخص ده انت حاسس بتعبه، والشخص ده زي ما يكون ملوش حظ في الدنيا، ملوش حظ مع المحيطين، ولا اللي من دمه ولا اللي بعيد عنه ولا اي حاجة. فالشخص ده فعلا كده، والشخص ده المحيطين بيه بيغيروا منه بشكل غير طبيعي، بيغيروا منه بشكل غير طبيعي. الشخص ده عارف انت قصة سيدنا يوسف مع اخواته كده، الشخص ده قصة سيدنا يوسف، يعني في منهم اللي كده وفي منهم اللي كده طبعا، يعني في منهم اللي هم كويسين وفي منهم لا، بس الشخص ده بيتعامل ما فيش يعني ما فيش رحمة في قلوب اللي حواليه، ولا حد بيحس بيه ولا اي حاجة. مين ففي ايه زي ما بقولك، انا شايفة انه يعني الشخص ده يعني قصة سيدنا يوسف فيه، هو بتتعامل فيه. طيب انا عايزه اقول لك كمان على حاجه، ان الشخص ده ممكن تكون للبعض منكم انت ممكن تكون انت ام او انت اب للشخص ده اللي هو قريب منك، او ممكن يكون انت اخت، او ممكن تكون او انت اخ، حاجه زي كده، او ممكن يكون ده صديق او حد من الاقارب بس محيط بيك. طيب البعض منكم هيقول لي لا ده انا، ده اللي انت بتحكيه ده انا، أو تنطبق عليا، تنطبق عليك او تنطبق عليكي. هي الطاقة موجودة، لا بتجيب طاقة شخص مقرب لا بتجيبك انت، وهي عموما بنسبة 25% منكم، تمام. فشايفة شايفة ان في حاجة زي بقولك زي كده، يعني انت مريت بيها او هتمر بيها لسه شيء من ده، تمام، موقف يعني. لكن الطاقة عموما ان هي اللي انا بقولك عليها، اللي هي ان حد بيتعامل زي القصة دي، هي موجودة اصلا، يعني هي موجودة اصلا، بس ايه، بس هو في موقف حصل او ممكن يحصل. بص يا برج الاسد، انا شايفك انك انت هنا بتتعلق، عارف انت لما الواحد بيتعلق على اشياء علشان خاطر ينجى من حاجة او يوصل لشيء او يتغاضى عن حاجة زي كده، فشايف انك انت هنا متعلق على حاجة، متعلق على شيء انك توصل له، فان شاء الله انا شايفة انك انت هتوصل له، تمام.
في هنا حرف الشين وحرف السين والعين والفه والدال والهه والالف. الحروف دي كلها وحرف النون يا جماعة، الحروف دي كلها متواجدة عندك. طبعا اللي بتخص منهم حروف لاسمك او حرف لاسمك، او تكون حروف اشخاص حواليك وهي ما بتنطبقش بنسبة كبيرة اصلا الحروف. برج الاسد، انت بتسعى عن شيء بتعب، بتسعى عليه بتعب، بس شايفة ان هنا في الشيء اللي انت بتسعى عليه بتعب ده، شايفة ان يعني هيكون في ايه تفاعل، في تفاعل، مش هتتعب على الفاضي او مش تعبانة على الفاضي. فشايفة ان في تفاعل في شيء انت بتسعى عليه بتعب او بتسعى عليه بالفعل، وشايفة ان هيحصل في تفاعل، وشايفة ان الشيء ده يخص عمل بنسبة كبيرة جدا، يخص عمل بنسبة قليلة يخص اي شيء تاني، ولكن في تفاعل. ما تقلقش، الشيء اللي تعبان فيه لا، في تفاعل هيكون او كان او يعني هيكون في تفاعل بالفعل. برج الأسد، تعالى كده نشوف فنجانك. دوس لايك، اديك فرصة تدوس اللايك يا برج الأسد وتحط الكومنتات بتاعتك الكتير. برج الأسد، لا في شيء مضايقك، ده للبعض طبعا، في حاجة مضايقاك وجدا كمان، أو ممكن تكون حاجة مأثرة فيك بشدة، يعني مش شرط يكون موقف حاليا، ولكن في حاجة مأثرة فيك شدة، فهي واضحة بشدة، فواضحة هنا عندي. بس بلاش تتعب نفسك في الشيء اللي انت تعبك بالشكل ده، بلاش، مفيش حاجة تستحق. تمام. لا عشان ما تتعبش، انا بقول لك عشان ما تتعبش، شايفة انك انت بتحط في نفسك قوي قوي لدرجة التعب، فبلاش. ربنا يصلح الامور. عندك هنا برج العقرب موجود، طاقته في حاجة بينك وما بينه كنت بتمر بيها، او تكون في حاجة كانت بينك، يعني اذا كانت ايجابية او سلبية بقى، او برج العقرب ده يخصك، او يكون برج العقرب متواجد هنا بيتابع ليك. برج ال الاسد، شايفة ان في حاجة انت منتظرها انها تتحقق، بس عارف ان انت حاجة كده انت محوش ليها، محوش لها طاقة في ان محوش لها شيء ومنتظر تحقيقها، بس شايفة ان انت محوشه ده في طاقة سلبية، بأمانة في طاقة سلبية، زي ما يكون محوش حاجة جواك وفي انتظار شيء بقى ان يحصل وتنفذها او تحققها او حاجة، الله اعلم ايه اللي انت محوشه جوا منك بالطاقة السلبية دي. او ممكن شايفة ان في حاجة انت محوشها، في حاجة انت محوشها ومنتظرها، منتظر والله، شايف ان انت محوش حاجة كده ومنتظر فيها تحقيق. هنشوف لو حاجة وصلت، اي لو حاجة ظهرت هنا هقول لك. بس انا شايفة انك انت هنا محبط من ناحية تحقيق شيء، عموما محبط، حاجة انت في انتظارها انها تتحقق، ومحبط في انتظارك او محبط في تحقيق الشيء عموما ان انت مش عارف تحققه، بس شايفة انك انت هتلتحق بيه، وانك انت يعني هتحققه وهتنفذه، ومش مش لدرجة الإحباط اللي انت فيها.
تمام، كل حاجة في وقتها، ليها وقتها وانها تتحقق، كل شيء بأوان يا جماعة. في صعوبات بتمر بيها، معقدة لك شوية أمور وحاجات، ولكن في تحسن، اتحسنت أو هتتحسن. برج الأسد، في حاجة أنت سمعتها أو هتستمعها وهتحس بالراحة، في ارتياح في شيء أنت سمعته أو هتستمعه، حسسك بالراحة، هترتاح، يعني خبر كويس. أوكي، سمعته أو هتستمعه. برج الأسد، في شيء كده للبعض منكم بنسبة 10% أنت سمعت سمعة على حد وسكت، أو هتستمع حاجة على حد وهتبقى في طاقة سكوت. ممكن طاقة السكوت ديت للبعض منكم هتكون يعني زي صدمة أو حاجة، عارف لما الواحد بيتبرجل كده ما يعرفش هو يقول إيه، في حاجة زي كده، أو حاجة أنت سمعتها وسكت. يعني ما كانش فيه رد فعل منك او كلام على شخص كان يعني ايه، حد بيتكلم في سمعته في شيء، ممكن مش سمعته حاجة يعني عيبة، بس سمعته في يعني ايه بيشهر بيه بحاجة او بيتكلم عنه زي نميمة او حاجة، بس هي بنسبة كبيرة هي نميمة، مش حاجة تخص السمعة بطريقة مش لطيفة، يعني ان هي زي ليها علاقة بالشرف والكلام ده، لا، بس ايه حاجة للبعض منكم فيها نميمة، ولكن انت في طاقة سكوت مش بتتكلم. تمام. طيب، برج الاسد، في حد محيط بيك، شخص نرجسي، الشخص ده نرجسي وانت ما تعرفش ان هو الشكل ده، او انت ما تعرفش عموما عيوب الشخص دي تكون بتتصف بايه، بالنرجسيه، يعني ممكن تكون انت مش عارف حاجه زي كده، ولكن الشخص ده بيتصف بالشكل ده، والشخص ده محيط بيك ومقرب منك، وممكن يكون حد من دمك، او يكون ده شريك او شريكه او شيء من ده. هو شخص حاسس بيه في الانانيه، ان شخص اناني، شخص مصلحته فوق الكون، شخص بالشكل ده هو مغضب البعض منكم، فالشخص ده شخص نرجسي، فشخص بيبقى صعب التعامل معه، هو ده هي دي اسلوبه، فما تتعبش نفسك معاه. في كلام، في حاجة، حكايات وكلام بس عدت او هتعدي، حاجات من دي بس عدت او هتعدي، يعني في الحالتين لو انت في حوارات او كده فهتعدي، او لو انت كنت كده بس هي عدت خلاص. في حد قاعد يعني زي الصقر كده على شيء يخلص ليك او مش هيخلص، يعني ايه، يعني حد قاعد لك كده على شيء ان هيخلص لك ولا مش هيخلص لك، هيتنفذ ولا مش هيتنفذ، حاجة هتخلص ليك او مش هتخلص، عايز يعرف عنك شيء معين، فقاعد لك كده شبه الصقر، يعني شايفة ان هو بيعرف بيسمع عنك شيء عايزه يعرفه، انه خلص ليك او ما خلص، او حاجه اتنفذت او ما اتنفذتش. بص، هو سمع او هيسمع يعني هو قاعد لسمعانه، او عموما هو بطبعه قاعد لك كده ان هو يسمع كل شيء عنك، او يعرف كل حاجه عنك، قاعد لك كده يعرف ايه اخبارك، ايه تحركاتك، حد قاعد لك زي قعده الصقر. انت لازم تكون في تحصين، لان الشخص ده مش سايبك، يعني والله قاعد لك شبه الصقر، يعني ممكن تكون امورك بتتعقد بسببه. طب برج الاسد، من الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهايه انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعاده والتوفيق في حياتكم. تزوروني في قراءه فنجان جديده. بحبكم في الله وبحبكم جدا جدا. باي باي.